السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم جميعا في قناتي. وصفتنا النهاردة كفتة الفراخ بالجريل. تعالوا شوف هنعملها ازاي. أول حاجة عندي هنا كيلو فراخ بانيه. دلوقتي إما تفرميها على مفرمة اللحمة أو في الكبة. هبدأ بيها فرم لحد ما أخلص الكمية كلها. أنا فرمتها على أنعم وش. دلوقتي عندي هنا بصلتين، وممكن ضيفي 3 بصلات، بس أنا هضفت بصلتين. وعندي هنا باقة بقدونس. احنا عايزين بس الورق، مش عايزين العيدان. برضو هنحطهم في الكبة ونفرمهم او بمفرمة اللحمة. هنبدأ اول حاجة فرم البقدونس. دلوقتي عندي هنا راس ثوم هفرمه في الكبة. ودلوقتي هفرم البصل، ممكن حبتين بصل ل3 حبات بصل، الموضوع بيرجع لك. كده انا فرمت الكيلو بانيه وبصلتين وراس توم وبقة بقدونس. فيكي تكتري البصل والثوم براحتك. عندي هنا معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل اسود، كل حاجة معلقة صغيرة، معلقة صغيرة كاري، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة بودرة الماجي او بهارات الماجي، ونص المعلقة الصغيرة شطة. وفيكي تستغني عن الشطة. هخلط البهارات مع بعضيها وهنزلها على الفراخ. عندي هنا معلقة هريسة الفلفل، ممكن تستغني عنها بس انا هضيفها. وعندي هنا كوباية الا ربع بقسماط ناعم، هضيفها بالتدريج. بس هي الكيلو عايزة 3/4 الكوباية او كوباية الا ربع بقسماط مطحون. دلوقتي هخلطهم مع بعض. انا ضفت كمية البقسماط كلها كوباية الا ربع. وكده الكفتة صارت جاهزة معايا. ممكن اركنها شوية وممكن تشتغلي فيها على طول، بس انا لسه هركنها كمان ساعة كده وابدأ شغل فيها. دلوقتي هبدأ اشكل في اصابع الكفتة. انا عندي هنا مقلة جرانيت او تيفال او طاسة جريل، هحط فيها شوية زيت. اول ما يسخن الزيت هبدأ اشكل في اصابع الكفتة وانزل في الزيت. انا ما كترتش زيت، يعني حوالي ربع كوباية مش اكتر من كده. هعمل الكمية كلها في المقدار الزيت ده. النار بالبداية نار عالية. مجرد ما تتشمع معاي وتاخد لون من تحت هقلبها واوطي النار على الاخر وغطيها عشان تستوي معاي الفراخ كويس. واظل اقلب فيها كل 10 دقايق كده عشان تستوي معانا وتاخد لون من كل الاطراف. دلوقتي جبت هنا عيش، حطيت لها دبس فليفله او هريسة فليفله. وعندي هنا بصلة حطيت لها سماق، معلقة كبيرة سماق. انا العيشة حطيتها فوق الفراخ وهي تنشوى الفراخ بعد ما استوت الفراخ معايا. دلوقتي هنزل البصل فوق العيش، وممكن تحطي معاه بقدونس بس انا مش عندي بقدونس. انا كده الفراخ استوت معايا. احنا النار على هادي، بين الوسط والهادي. ما ينفعش نخلي النار عالية، مش عايزينها تكون ماخذة لون ومن جوا مش مستوية. ومش هتاخد وقت منك، يا دوب نص ساعة هتلاقي الفراخ استوت معاكي او اقل. دلوقتي هشيلهم واحطهم فوق رغيف العيش واحط واكمل الكمية باقي الكمية. بصوا الفراخ استوت معايا ازاي. انا هكمل الكمية كلها وهرجع لكم. ممكن تقدمي معاها رز بسمتي او بطاطس محمرة مع ثومية وسلطة طحينة. بتمنى تجربوها وتعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد.